سلايس اوف لايف راند 40. طريقة تربيتك او جيناتك او الظروف اللي كانت محيطة بيك وانت بتكبر مش لازم هي اللي تشيب او هي اللي تحدد الشخص اللي انت هتبقى عليه، سواء كتصرفاتك او طريقة تفكيرك او حتى شكلك. وما تلعبش دايما او ما تخليش في عقلك الباطن يبقى فيه الكونسبت بتاع ما انا اتربيت في بيت بيحصل فيه كذا كذا فاكيد هعمل كذا. ما انا هجيب الصفة الفلانية دي منين؟ ما كانتش موجودة عند اهلي. ما انا جيناتي ان احنا مثلا كلنا رفيعين قوي، فمهما رحت الجيم هفضل رفيع، او ان احنا تخان قوي فهفضل تخين. لا. طيب في جزء كبير ممكن يبقى صعب، وهي جزء لو حد بيتعافى من تروما معينة حصلت له، كلامنا يبقى سهل، وكلام بقى التنمية البشرية بتاع لا واخرج منها وشد من نفسك ما تستسلمش، ممكن يبدو لك ان ده كلام انت بتقوله بسهولة، لكن لو انت عايش الظروف هيبقى الوضع متغير. احنا بنقولش انه سهل، لكن الفكرة هنا ان انت ما تستسلمش ليه. مش ان انا بقول لك ان هتتعافى منه بسرعة او ان الموضوع سهل، انا بتكلم على فكرة الاستسلام، وفكرة ان انت خليك متسق مع ذاتك، فتبقى عارف ايه المشاكل اللي كانت موجودة في نشأتك، فبالتالي تعرف ان انت تتلافاها. يعني مثلا لو انت كان عندك مشكلة ان مثلا والدك لما بيتعصب بيشتم، بيمد ايده، فهنا انت مثلا كشخص ما ينفعش ان انت تتعايش مع ان خلاص ده طبيعي وانا اكيد هطلع زيه بحكم الجينات وبحكم ان انا اتربيت على الطريقة دي. فتبقى انت متوقع ان انت لما ترتبط او تتجوز بواحدة وتخلف هتبقى بتعمل كده مع مراتك وعيالك. لا، انت اول خطوة ان انت عرفت ان ده شيء غلط، فانت قدامك ان انت تستسلم ليه ففعلا تبقى زيه، او ان انت تبدأ تركز مع نفسك عشان ما يحصلش ده. فتبدأ اول ما تلاقي صوتك بيعلى مع ابسط حاجة تهدي نفسك، تبدأ ان انت لو مرة غصب عنك تطاولت على مراتك او عيالك بألفاظ غلط او كنت هتمد ايدك، تقوم مفرمل وتقعد تهدى. فهنا انت عارف المشكلة فين، هتحاول تتجنبها. حاجة مثلا لو هنتكلم على الشكل الخارجي، زي مثلا حاجات كتيرة بسمعها اصل احنا الجينات عندنا تخان فاكيد هنبقى تخان. طيب بس هل انت بتتمرن؟ بنسبة 90% بتلاقي الشخص لا. هل انت واخد بالك من اكلك؟ بنسبة 90% بتلاقي لا. فهو افترض ان هو اكيد هيطلع تخين، كلنا جيناتنا كده، فبالتالي مش هعرف نفسي ان انا اروح جيم او ان انا اخس، انا كده. نفس فكرة لو انت بتفتقد حنان معين او حب بطريقة معينة او بتتعامل بطريقة وحشة، ما ينفعش تستسلم ان اكيد انا هبقى زي ابويا او زي امي، فخلاص انا هفضل سايب نفسي كده.